اهلا بيكم في حلقه جديده من The Story of You. دايما معودينكم ان احنا معانا قصص نجاح مختلفه، بس اللي دايما بيكون معانا في The Story of You هو بتبقى اكتر قصص نجاح لستارت ابس. بس النهارده الحلقه مختلفه شويه، هنتكلم عن خلينا نقول براند مبتدي من فتره، وبالنسبه لنا هو مجرد ان احنا نقول اسمه هو علامه ضمان او حاجه بنبقى مطمنين واحنا بنشتري منها. هنتكلم النهارده عن تريد لاين، وهنعرف كمان ايه بقى XPRS اللي المفروض ان هو second generation لتريد لاين. هنعرف كل القصه دي من مصطفى مدحت، Business Development Manager تريد لاين وXPRS. مصطفى نورنا. فكره بقى، انا متاكده ان في كميه اسئله الناس عايز تعرفها على تريد لاين كتير جدا. انا عمري ما فكرت هو ابتدى فين، ابتدى ازاي، ايه اللي حصل عشان يبقى تريد لاين. طيب البداية كانت في 93، وكانت من والدي أيمن مدحت وعمامي الاثنين إيهاب مدحت ومحمد مدحت، 3 اخوات. فهم ابتدوا مع بعض في شقة في القصر العيني بالمهام اللي بقولك عليها دي، وكانوا هم اللي بيعملوا كل حاجة بإيديهم، وكان معاهم نفرين او 3 بيساعدوهم في الاول. وكان البيزنس بالنسبه لهم هو B2B، ان هم كانوا بيلفوا على المطابع ودار النشر وهكذا. هم دول الشركات او الكيانات اللي كانت بتستعمل الابل برودكت بسبب الجرافيكس بتاعه الابل كمبيوتر والسوفت وير بالتحديد. استمروا في البي تو بي بزنس لحد ما ابل ابتدت تدخل علينا بقى البرودكتس اللي هي الايبود والايفون وهكذا. يا رجعتني اللي عارف، لو ما قلت لي الايبودز رجعت بقى الزمن ورا. ايوه صح، طبعا الايبود والابل والايفون والحته دي هي اللي حولت ابل من ابل كمبيوتر، هي اكشلي كان اسمها ابل كمبيوتر، ان يبقى اسمها ابل. اوكي. وحولتهم ان هم يبقوا بي تو بي الى ان هم يبقوا بي تو سي بشكل اكبر. فاحنا حصل لنا الترانسفورميشن ده مع البراند، وده اللي قدر ان هو يوصلنا ان احنا نبقى مش مجرد منفذ بيع لاجهزه ابل، منفذ بيع معتمد لاجهزه ابل او مركز صيانه معتمد كمان لاجهزه ابل، ولكن خلانا نبقى براند. زي ما انت كنت بتقولي ان احنا حاليا بعد 30 سنه وصلنا لحته ان انت لما تفكر في ضمان او في ابل برودكت تفكر في تريد لاين. صحيح. زي بالظبط اللي فاليو قدر يعمله، ان هو لما يفكر في تقسيط تفكر في فاليو.